ازيك يا طنط عامله ايه؟ انا الحمد لله يا حبيبتي. انت اللي عامله ايه؟ طمنيني عليكي. عرفت من ماما ان انت تعبانه، الف سلامه عليكي. لا انا الحمد لله بقيت احسن كتير. هو حد يشوف مامتك ويبقى لسه تعبان؟ طب الحمد لله، ربنا يطمنا عليكي. معلش يا طنط انا هتقل عليكي في حاجه، يعني كنت قصدكي في خدمه. ايه الكلام ده وايه تقلي عليا؟ بعد كده على فكره هزعل منك. قولي يا حبيبتي عايزه ايه؟ ده العشم برضه يا طنط. حماتي كانت جايه هنا تبات معانا كام يوم، وانت عارفه طبعا ان ماما قاعده معايا الفتره دي كلها، فكنت بس يعني بستأذنك لو تخلي ماما تقعد معاكي الفتره دي. بس طبعا تيجي منك يا طنط. انت عارفه لو اتكلمت مع ماما في حاجه زي دي الموضوع هيبقى حساس وصعب عليها ازاي. اه طبعا يا حبيبتي، مامتك تيجي وتقعد واشيلها فوق راسي. وبعدين كتر خير جوزك قوي، من ساعه ما اتجوزته يعني وانت الظروف مش احسن حاجه. يلا الله يرحمه باباكي. عموما انا عارفه ان احنا تقلنا عليه، بس ان شاء الله كله هيبقى احسن. لا يا طنط طبعا علي ملوش علاقه بالموضوع. انا اللي اقترحت ده عشان حضرتك عارفه ماما ليها طباع وطنط اكيد ليها طباع مختلفه، ومش عايزه يعني ان ماما تبقى محرجه او حاسه ان هي متأيده او متكتفه. عموما يا حبيبتي ما تشيليش هم، الحمد لله مامتك لسه عندي هنا ما مشيتش. هي بس راحت تسلم على الجيران، انت عارفه حبايبنا من زمان. مامتك بصراحه ما بتفوتش واجب. انا هتكلم معاها واشوف هعمل ايه. وبعدين كتر خيرك قوي، انا عارفه تقلنا عليكي برضو وانت لسه عروسه. لا لا يا طنط ما تفهمنيش غلط، انا لو عليا شيل ماما من على الارض شيل. الفكره بس ان كده هيكون احسن. انت عارفه حماتي اول مره تيجي تبات معايا، وعايزاها يعني تاخد اهتمامها وتحس بالوقت بتاعها هنا وخصوصيتها، بعيده عن ماما طبعا. خلاص يا حبيبتي انا هتصرف، انا هتكلم معاها واشوف هعمل ايه. مع السلامه. تسلمي لي يا طنط، مع السلامه. ايه الاخبار؟ عملتي ايه عند طنط؟ لا الحمد لله خالتك بقت احسن كتير، ورحت كمان شفت صحابي وزرت الجيران. بصراحه اتبسطت قوي. عايزه اقول لك بقى ان خالتك عماله تزن عليا اروح ابات معاها كام يوم، وانا بصراحه مش عارفه اروح ابقى باخد بالي منها والست تعبانه، ولا هبقى كده بتقل عليها مش عارفه. لا انا شايفه ان انتي تروحي لها، وبعدين هي تعبانه واول مره تطلب منك حاجه زي دي، ما تكسفيهاش. انت عارفه طنط بتزعل بسرعه، وبعدين منها تغيري جو، يعني يومين مش هيجرى حاجه. انت شايفه كده؟ طب بقول لك ايه، انا هروح لها وابقى منها بغير جو، وانت كمان برضو تاخدي راحتك هنا شويه مع جوزك، ما بقاش على طول قاعده له كده. لا انت بتقولي ايه يا ماما؟ لو عليا انا وعلي احنا تمام، بالعكس ده مامة علي كانت جايه وكان نفسها تشوفك. دي هتزعل قوي لما تيجي ما تلاقيكيش. يا خساره، كان نفسي اشوفها. يلا مش مشكله تتعوض. طيب انا هقوم احضر لك الشنطه وهنزل ان شاء الله اوصلك عقبال ما طنط تيجي. طب ما تنسيش فرشه الاسنان والدواء بتاع ركبي. اخيرا اقتنعت ان انت تيجي. اعملي حسابك ان انت مش هتمشي من عندي هنا غير وانت حل المشكله دي. لا بقول لك ايه، انا ولا اقتنعت ولا حاجه. انا بالنسبه لي انا كده ما بحلش مشاكل. بدل ما الست امها كانت قاعده فوق دماغكم، بقيت انا كمان جيت وقعدت فوق دماغكم. احنا كده عملنا ايه؟ ده انا بحمد ربنا ان مراتك خدت مامتها وتوديها عند اختها كام يوم. انا كنت خايفه اجي الاقيها في وشي، كنت ساعتها هعمل ايه؟ دي ما كانش عندها اي مشكله ان مامتها تفضل قاعده وانت موجوده، ده انا اللي اعترضت. طب ما بسيطه جدا يا زكي، اول ما نمشي هتروح تجيب مامتها وهتقعدها معاكوا تاني. يبقى انا عملت ايه كده بمجيتي وشحطتي؟ ولا حليت حاجه. اه طبعا انا متاكد ان هي هترجع مامتها تاني، وعشان كده انا عايزك تشوفي الحل. بس اي حاجه غير ان انا ارضى واسكت بالوضع ده. انا بصراحه شايفه ان انت تتكلم معاها وتعرفها اللي مناسب ليك واللي مش مناسب ليك، وهي بقى عقلها في راسها. ومين اللي قالك ان انا ما اتكلمتش معاها؟ اتكلمت وقلبت وشي واتخانقت وزعقت. بس هقول ايه؟ كل ما اتكلم معاها تقول لي ما انت اللي رضيت بالوضع ده من الاول. انا رضيت بالوضع ده من الاول، قلت معلش وضع مؤقت وهيروح لحاله، لكن بقى اسلوب حياه. ما هي بقى لو طلعت مش حسيسه وما ادركتش من نفسها ان الوضع ده لازم يكون مؤقت، ساعتها في 100,000 حل، وفي حل واحد بس معين في بالي. طب وايه هو الحل؟ انا ما عنديش مشكله في اي حاجه، بس اقترح عليا. تتجوز عليها، وساعتها لما تبقى قدام تعرف تبقى تفكر وتراجع نفسها وتندم. مش كان كل همها نفسيه مامتها وخوفها على مامتها ونسيت تماما جوزها ومشاعر جوزها؟ تشرب بقى. اتجوز عليها؟ هو انا لحقت؟